حبايبي، خلصنا الاكله الجميله بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، بتتحدث عن نفسها زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، الفرخه ما شاء الله طالعه جميله قوي وريحتها تحفه. بسم الله ما شاء الله، وطعمها ان شاء الله هيكون هايل وهيعجبكم جدا. طبعا زي ما انتم شايفين مستويه جدا جدا ما شاء الله، مستويه خالص خالص ما شاء الله. والرز كمان بتاعها مستوي. والرز اللي بالخلطه كمان ريحته حلوه جدا. ايه رايكم فيها؟ ولسه ما اشتركش عندي في القناه يتفضل يشترك ويفعل زر الجرس ويكتب لي كومنت ويقول له ايه رايه في الفرخه الجميله دي النهارده، في الاكله السهله البسيطه دي جميل كمان النهارده دي. وكمان خير. النهارده هنعمل اكله مع بعض حلوه قوي ان شاء الله هتعجبكم. وان شاء الله تكون بسيطه بالنسبه لكم وسريعه ان شاء الله في نفس الوقت. هنعمل ان شاء الله الفراخ المحشيه برز الخلطه. دي بتبقى فراخ جميله جدا، وبتبقى بالرز الخلطه بيبقى جميل جدا في الفرخه، بتخلي لها طعم لذيذ. وده هو الفرخه بتاعتي، حجم متوسط. عندي الفرخه بتاعتي اهو حجم متوسط. وطبعا انا خاليه اللحم بتاعها عن الصدر زي ما انتم شايفين كده، عشان ان شاء الله هنحشيها من حوالين الصدر بتاعها من جوه ومن تحت الجلد. وعندي اهو الرز انا غسلاه ومصفياه ومخلياه زي الفل. وعندي طبعا بصلايه متوسطه، وعندي فلفل احمر. لو في فلفل الوان برضو عادي خالص ممكن تعمليه مع الوصفه بتاعتنا دي النهارده. وعندي الكبد والقوانص بتاع الفرخه برضو وفي حله عندي على النار قطعت البصله قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. وطبعا قربت تدبل اهوت في ماده دهنيه زيت. ممكن كده بقى ابتدي انزل معاه الكبد والقوانص، هياخدوا تشويحه كده بسيطه. بعد ما يتغير لونهم كده ننزل عليهم الفلفل الاحمر زي ما تحبوا. عندكم فلفل احمر فلفل اخضر زي ما تحبوا، فلفل اصفر. كمان هنزل الفلفل، ناخد برضو تقليبه معاه كده. وننزل التوابل بتاعتنا. عندنا الملح، وعندنا الفلفل الاسمر، وعندي كمان رشه شطه بسيطه. لو عندك قرن شطه اخضر ممكن تحط منه. وعندي بابريكا، رشه بسيطه برضو من بابريكا. وعندي بهارات فراخ تديها طعم جميل جدا. بهارات الفراخ دي هنحط منها كده حبه كويسين. ورشه صغيره برضو من القرفه، لو عندك عود قرفه ممكن تحط عود، انا عندي هنا مطحونه. نقلبهم كده مع بعض. طبعا كل الروائح دي طلعت مع بعضها خلتها ريحتها جميله جدا ما شاء الله. هننزل بالصلصه بتاعتنا. انا عصره طماطميتين، ننزل بهم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنسيبها بقى كل الكلام. وبعد ما الصلصه هنا غلت معايا اهو ونقصت شويه، وحطيت لها معلقه معجون طماطم. انا هنزل بقى بالرز على طول المغسول بتاعي ده اللي انا وريته لكم ومصفيه. طبعا انا مش عايزه الرز يستوى، انا عايزه الرز ياخد بس نص سوي، عشان لسه هحشي بقى هحشي الفرخه بيه. فطبعا هيستوي سويه كامل في الفرخه. فانا يا حبايبي الرز بعد ما خلص وسبته برضو يهدى شويه عشان اعرف احشيه بيه الفرخه. وعملت هنا صوص عشان بعد ما اخلص الفرخه ادهنها بيها على الوش بتاعها قبل ما احطها في الكيس الحراري. الصوص ده عباره عن انا هقول لكم الصوص ده عباره عن عباره عن معلقه عسل اسود كبيره، عليها معلقه معجون طماطم، عليها كمان معلقه برضو زيت، وكمان عليها ملح وفلفل بس كده. وكمان معلقه خل كمان. يبقى هقولها تاني عشان تحفظوا من الصوص ده عباره عن الصوص ده بيبقى جميل جدا. لو عندك اللي هو دبس الرمان ممكن يغني عن العسل الاسود. معلقه معجون طماطم كبيره، ومعلقه عسل اسود كبيره، ومعلقه زيت، ومعلقه خل كبيره، وملح وفلفل كده بس. بيخليها طعمها جميل جدا. دلوقتي انا بقى هحشي بقى الفراخ زي ما قلت لكم ان انا خليتها من هنا.
نحشي اول بقى من جوه كده الفرخه. انا كنت حاطه لها ملح وفلفل اسمر عشان برضو بيخلي لها حدق وطعم حلو، ومغرزه كمان الصدر بتاع الفرخه كده بالسكينه من جوه عشان برضو الصوص برضو ينزل فيها ويخلي لها طعم حلو. هبتدي بقى ان انا احشي بقى الرز بتاعي. هو طبعا الحمد لله هدا برضو شويه. احشي بقى كله كده، واحشي من تحت الجلد برضو. ما نزودش رز كتير عشان طبعا ما تتفجرش مننا وتتقطع جلدها. هحط برضو هحط هحط برضو تحت الجلد زي ما انتم شايفين كده، واحاول ان انا اوزع الرز كله كده، اخلصها واوريها لكم. بعد ما حشيتها معاكم زي ما انتم شايفين كده اهو، نقفلها بقى خلل الاسنان اللي انتوا عارفينها دي، نقفلها كده بيها عشان الرز طبعا ما يخرجش منها. دي فرخه طبعا مش كبيره قوي، تقدروا تعملوا بالحجم اللي انتوا عايزينه. الفرخه بتاخد كوبايه رز زي ما انتوا عايزين بقى. الخلطه دي بتبقى جميله جدا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. نقفلها كده خالص عشان الرز ما يخرجش، ونشيل بقى اي رز من عليها خالص، وندهن بقى الوش بتاعها، وندهنها من جميع النواحي بالصوص اللي انا قلت لكم عليه ده، بيخلي وشها احمر وطعمه جميل. وهنسيب برضو لما تخرج برضو بعد ما نحطها في الفرن ونحطها في الكيس الحراري، بعد ما تخرج برضو هنديها برضو وش كده منه عشان نحطه تحت الشوايه، اللون برضو بتاعها هيحمر وتبقى جميله جدا. ده طعم جميل جدا جدا. حاجات بسيطه بس كده مش هنزود، تديها طعم حلو اهو. انا حطاها كده في الكيس الحراري، ونحاول بقى ان احنا نخرج اي هوا منها خالص. نقفلها اللي بتيجي معاها دي، نخرج بس منها اي هوا كده. الصينيه دي ما بنحطش فيها اي حاجه خالص، ولا ماده دهنيه ولا اي حاجه خالص. نقفلها كده كويس. نجيب اي سكينه كده ونحاول نعمل يعني كام فتحه كده فيها بس كده عشان يخرج اي هوا منه طبعا، وهي فين في الفرن. نحاول بس نغرزها كده، نكون بقى مشغلين